تخيل انك واقف جنب حد بيختنق من حاجة اكلها او شربها، وكل اللي ناقص انك تعرف خطوة واحدة بس عشان تنقذ حياته. اهلا وفلوج جديد وتجربة جديدة. انا سجلت في دورة الاسعافات الاولية، والدورة دي كانت لمدة 3 ايام. ليه؟ عشان نعرف نتصرف لو حصل قدامنا اي حادثة او حريق، او شخص عنده الضغط او السكر واغمى عليه. في الدورة دي الدكتور علمنا ازاي اساعد شخص حصل له اختناق بشكل صحيح، وتعلمنا الطريقة الصحيحة للسي بي ار اللي هو الانعاش القلبي الرئوي. وطبعا اشتغلنا في الاخر على المجسمات، وده كان اول يوم. تاني يوم بقى الدكتور اتكلم عن السكر والضغط وازاي نحافظ على صحتنا ونساعد اللي حوالينا، وتعلمنا ازاي نقيس الضغط، واشتريت مناديل وجلافز وكحول وسرنجتين. وبعدين رحت الدورة. وتالت يوم اتعلمنا تركيب الكانولا وازاي نتعامل لو وقع على ايدك مية سخنة. وبعد لما خلصنا الدورة أخدنا شهادة. لازم تسألوا لو في أي حد بيدي الدورات دي أوفلاين، وحاولوا تحضروها لأنها بتبقى مهمة جدا. ولو مش موجود ادخلوا شوفوها أونلاين، هتلاقوها في كل مكان على مواقع ومنصات كتيرة جدا، وكمان على اليوتيوب. عايزة أقول لكم إني استفدت كتير قوي من الدورة دي، وتعلمنا الطريقة الصح لحاجات كنا بنعملها في يومنا بنتصرف فيها بطريقة غلط. زي لو حد اتخنق لازم يوطي أو يركع وبعدين نخبط على ظهره، ما ينفعش نخبط على ظهره وهو واقف. وكده يكون الفلوج خلص. اشوفكم الفيديو الجاي وبس، سلام.